في نجوم تحب الكاميرا، وفي نجوم تخلي التاريخ هو اللي يتكلم. عبد الحليم علي كان من النوع ده. سنين طويلة في الزمالك وسط ضغط وتوقعات وجمهور ما بيرحمش، وكل سنة ناس تقول اللي بعده هيخطف مكانه، لكن كل مرة كان يرجع، مش بالكلام، بالأهداف. الغريب إنه عمره ما حاول يبقى بطل المشهد، هو بس كان يعمل شغله ويمشي، لحد ما اليوم وصل والناس بصت وراها واكتشفت إن الراجل ده بقى الهداف التاريخي للزمالك. 138 هدف، رقم مش مجرد إحصائية، ده عمر، ذكريات، جماهير، ولحظات فرحة. وبعد الاعتزال ما سابش الزمالك، كمل مع النادي بطريقة مختلفة، لأن بعض اللاعبين ما بيخرجوش من المكان، هم بيبقوا جزء منه. ويمكن أجمل حاجة في قصة عبد الحليم علي إنه أثبت إن مش لازم صوتك يكون عالي عشان التاريخ يفتكرك.